عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا الكل بخير. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا تشيش بالقرنيط. ناخذوا المكونات التالية. حضرنا كما قاعدين نشوفوا المكونات متاع شوربة متاعنا. هذايا راس بصل متوسط قصيته هكايا مكعبات. لهنا عندي 5 أو 6 فصوص ثوم بعد باش نرحيهم ونحطهم فوق الصوص. زوز مغارف طماطم معبيين بالباهي. هذه الكمية خذيت ثلثين متاع الكمية اللي ساعة وريتها لكم اللي غسلتها ونظفتها. لهنا عندي 10 مغارف شوربة فريك معبيين بالباقي. فلفل أحمر مغرفة ماكلة معبية. تابلو كروية مغرفة قهوة. كركم مغرفة قهوة. فلفل أحمر مغرفة ماكلة. فلفل أحمر مدشش مغرفة ماكلة معبية. ربع مغرفة فلكحل. نصف مغرفة ملح وبيان سور ملح بالذواقة. لهنا عندي حمص منفخ. نتعداو اذا نقليو مع بعضنا الشوربه نتاعنا. خذينا لهنا كما قاعدين نلاحظوا طنجره كبيره باش نطيبوا فيها خاطر كميه كبيره باهيه نتاع 6-7 من الناس. حطيت نصف كاس ماء بالزيت بسم الله وحطيته على النار وتو نحط البصل. نقلي البصل شويه حتى يبدا يذبال. من بعد نبدا نحط بقيه المكونات. البصل بدا يحمر شويه تو باش نصبوا الحمص بسم الله. نحطوا الطماطم نحطوا القرنيط نحركوه نخليوه زاده يتقلى شويه. صبوا تو شويه ماء باش ما تشدش التقليه متاعنا باش ما تشدش في الطنجره. ونصبوا بيان سور الفلاحات. نكملوا نحطوا الثوم بعد ما رحيناه. نخليوه شويه درجين هكاكا يتقلى على نار بارده. نقصلو ونزيدوا شويه ماء بيان سور. ردوا بالنا لا يشد من اللوطه. دريجين اخرين ومن بعد نمرقوا. بعد ما قليناها الصوص متاعنا مده درجه ونص ولا درجين توا نقويو على النار ونمرقوها. نصبوا لها 2 لتر من الماء بسم الله. هذه 1.5 لتر باش نكملها نصيف. وهذه بقيه الكميه بسم الله. اذا نخليوها حتى تبدا تغلي من بعد نرجع باش نرشوا. لاحظوا اللي المرق بدا باش يغلي توا. نجمو نصبوا توا الشوربه فريك متاعنا بسم الله. حركوها. شوربه فريك قد ما تقعد تطيب قد ما تجي ابن. اقل حاجه تطيب فيها ساعه من زمان. دونك يلزمنا نقعدوا ماذا بينا نحطوا لها بلاك اذا عندنا حاجه تحتها باش ما تلصقش في قاع الطنجره. ونقعدوا كل درجه ونص درجين نحركوها. نردوا بالنا راهي تشد في ساعه من اللوطه. دونك انا نخليها على الاقل ساعه ونص ساعه ساعتين قد ما تقعد قد ما تجي ابن. وعيننا ميزاننا كما ديما نقول لكم. نشوفوا اذا المرق تشرب الكل نزيدوها شويه ماء. ثم بعد نرجعوا نحركوا ونشوفوا. هذا التشيش متاعنا حضر. نغرفوا مع بعضنا بسم الله.
إن شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم، ونتلقى إن شاء الله في وصفة جديدة بإذن الله. إلى اللقاء.